صوص الجبنة الشيدر بنطلبه كتير جدا في المطاعم مع الفرايز أو مع الفرايدي تشيكن أو مع البرجر، مش بنقدر نستغنى عنه. هنعمله مع بعض في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. كل اللي هنحتاجه معلقة كبيرة ونص من الزبدة، معلقة كبيرة ونص من الدقيق، كوب ونص من الحليب يكون بارد أو متبخر، 200 جرام من الجبنة الشيدر الغامقة اللي هي لونها أورانج، رشة بسيطة من البابريكا. أول حاجة هننزل بالزبدة في طاسة أو وok، هنسخنها. مجرد ما تسيح هننزل على طول بمعلقة كبيرة ونص من الدقيق، هقلبها مع بعض وهسيبها حوالي ثواني معدودة لحد بس ما تعمل فقاعات بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ ان احنا ننزل واحدة واحدة اللبن، الكوب ونص حليب، هنبدأ ننزلهم مع التقليب المستمر عشان ما يحصلش اي تكتلات. وبعد كده هننزل بال200 جرام من الجبنة الشيدر المبشورة، هننزل بيها مع التقليب المستمر لحد ما تسيح كلها وتبقى بالشكل ده. وهنا النار كانت اقل من المتوسط. بعد كده حطيت رشة البابريكا، وكل ما الصوص يتقل معانا بنزود حليب. انا زودت كمان نص كوب من الحليب لحد ما وصلت للسمك ده. شايفين ده السمك المطلوب؟ شكل بقى وطعم ولون كان بجد خطير. لو مش هتقدموها في نفس الوقت الصوص هيتقل، ووقتها تقدروا تسخنوها مرة كمان في الميكروويف او تحطوها على النار وتزودوا معلقتين لبن لحد ما ترجعوها بالشكل ده. بجد طعمها كان جميل جدا ومظبوطة 100%، هتنجح معاكم من أول مرة ومش هتبطلوا انكم تعملوها جنب كتير من الأكلات. هستناكم بقى تجربوا وتحكموا بنفسكم، وهستنى تعليقاتكم.